لوحة البقعة الحمراء هي لوحة مرسومة بالأكريليك على التوال على مساحة متر في متر. طبعا كان نوع من أو شكل من أشكال التعبير عن أحداث غزة، الأحداث اللي احنا كلنا يعني بنواكبها دلوقتي وبنشوفها، ونشوف ازاي تهديم المنازل وتهجير الفلسطينيين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ. فالحقيقة ده عمل عندي نوع من الانفعال ان انا اعمل لوحة بعنوان البقعة الحمراء. اللوحة هنا يعني انا بعملها بستخدم فيها تقنية يعني فيها انفعال شوية وفيها سرعة. هي طبعا يعني لو حبينا نخليها تنتمي للمدرسة فممكن نقول ان هي بتلمس على مدرسة بتسمى التجريدية التعبيرية او التعبيرية التجريدية. كانت بتعتمد على يعني رمي اللون وعمل بطش لون سريعة وبشكل فيه انفعال وفيه ضربات فرشاة سريعة بتعبر عن الانفعال بتاع الشخص نفسه. فأنا بستخدم هنا يعني مجموعة من الألوان، هي ألوان مختلفة لكن يعني بتعبر عن الحياة عموما وبتعبر عن المباني والشخوص وحتى الخضرة. يعني ما بستخدم اللون طبعا الألوان بتبقى بتمثل رموز بالنسبة للمتلقي وبالنسبة للفنان. يعني الفنان هو من خلال هذه الألوان هو بيبعت رسائل للمتلقي. اللون الأخضر هو تعبير عن الخضرة وعن النماء الموجود. بعض الألوان طبعا البنيات واللون الأبيض لما بدخله والأزرقات بتعبر عن البناء والتعمير والإنشاء. فبنشوف ده كله إزاي بيتم إنشاؤه بشكل في نوع من الانفعال. يمكن المشاهد ملاحظ في انفعال أصلا يعني أثناء تنفيذ العمل الفني. بستخدم ممكن سكينة، طبعا في أدوات كثيرة ممكن تستخدم في العمل لكن هنا في هذه اللوحة أنا بستخدم تقنية معينة بالسكينة وبرضه بستخدم الفرشاة في بعض الأحيان. في المجمل في الآخر بتكتمل اللوحة وبعدين بضيف ليها اللون الأحمر اللي هي البقعة الحمراء بشكل معين في نوع من الإثارة. هو أشبه طبعا اللون الأحمر هنا هو بيعبر عن الإثارة وطرطشة الدماء اللي بنشوفها كل يوم في غزة وفي فلسطين. دور الفنان دور مهم جدا. يعني الفنان مش مجرد ان هو بيعبر او بيرسم لوحة وخلاص، لكن ضروري ان الفنان يبقى ليه دايما موقف من القضايا اللي بتحيط به، سواء قضايا اجتماعية، قضايا ثقافية، قضايا سياسية. فلازم الفنان بيلعب دور مهم جدا يعني ويكون ملم بهذه القضايا بتاعت بلده ويقدر يعبر عنها. فطبعا من القضايا المهمة لجميع الدول العربية والعالم العربي والإسلامي وحتى العالم المسيحي. فيعني هذه القضية طبعا كان ليا واقفة معاها وعملت يعني أنواع أشكال كتير من التعبير في لوحات وفي أعمال في كل تقريبا المناسبات المرتبطة بفلسطين. يعني كل مناسبة بتيجي لازم أشارك فيها كفنان متأثر بالمحيط والمجال اللي حواليه. فيعني الحقيقة عرضت لوحات كثيرة جدا تقريبا بمثابة يعني كل احتفالية بفلسطين بعمل لازم عمل فني وبقدمه بيتعرض. ويمكن لي أنا مجموعة كبيرة عن فلسطين عملتها أعمال فنية. يمكن من أهمها مجموعة يعني لوحة عرس الشهيد أو مجموعة عرس الشهيد
اللي كلها عباره عن شهداء، لان طبعا كان بيسيرني جدا منظر الشهداء اللي احنا كمصر يكاد يكون يوميا وبشكل دوري في التلفزيون. فطبعا المنظر ده بيأثر فينا تأثير يعني سلبي جدا. والحقيقة في مقتنيات كثيرة ليا عند الرئيس محمود عباس وعند سيادة سفير فلسطين في الإسكندرية الدكتور حسام الدباس. يعني الحقيقة كنا عاملين فريق عمل مجموعة من الفنانين، أنا والفنان الكبير السكندري الدكتور خالد هنو، الأستاذة الدكتورة علا يوسف، ويعني مجموعة كبيرة جدا من الفنانين. كنا بنعمل زي احتفالية دائما بفلسطين، وعلى أمل طبعا أنه يتحقق النصر قريب إن شاء الله، ونوقف هذه المذابح وهذه المجازر التي تحدث اليوم في غزة وفي فلسطين بشكل عام.